السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي الأبد. لسه النحس مستمر مع المنتخبات العربية في أفريقيا. مفيش، لم ينجح أحد لغاية دلوقتي. 4 منتخبات عربية لعبت ولم ينجح أحد. النهاردة كان في مباراة مع المنتخب الموريتاني، كان بيقابل بوركينا فاسو وللأسف اتغلب 1-0. منتخب تونس في مفاجأة بيتغلب النهارده من ناميبيا 1-0. أنا شايفها إن هي مفاجأة طبعا. كله كان مرشح تونس إن هي تفوز في أول مباراة، مع إن هي تاريخها دايما بتتغلب أول ماتش في المجموعات، فهي مسهل. مش عارف يعني لغاية دلوقتي 4 منتخبات عربية لعبت، مفيش ولا منتخب، مفيش 2 اتعادلوا و2 اتغلبوا. يعني منتخب مصر تعادل مع موزمبيق، والجزائر امبارح اتعادلت مع أنجولا، والنهارده فرقتين موريتانيا وتونس بيتغلبوا. والدنيا مش ماشيه مع الفرق العربيه خالص، المنتخبات العربيه كلها مفيش. كل ماتشات الجوله الاولى كلها وقفت معانا لغايه دلوقتي. ربنا يسهل بكره باذن الله المغرب اول ماتش ليها في البطوله. ده فريق قوي جدا ما شاء الله وكده، بس برضو الدنيا مش مضمونه. يعني كان في فرق، كان في جاب واسع جدا ما بين الجزائر وما بين انجولا في الشوط الاول. مره واحده الشوط الثاني خطفوا التعادل، ضربة جزاء وخطفوا التعادل. مصر برضو كانت كسبانة 1-0 وهوب الدنيا اتقلبت بقت 2-1 وتعادلنا بالعافية بضربة جزاء في الوقت بدل الضايع. فالدنيا مش ماشية مع المنتخبات العربية في أول جولة كده في دوري المجموعات. نتمنى ان الحظ يكون معانا شوية والتوفيق من عند ربنا طبعا يكون معانا في الماتشات اللي جاية، عشان المنتخبات العربية كلها تعدي بإذن الله. فيا رب يا رب. طبعا بكره هنقول ماتشات بكره، وبعد كده هنتكلم كلمتين كده عن المنتخب. بكره ان شاء الله في ماتشين، المغرب وتنزانيا، والكونغو الديمقراطيه مع زامبيا. ماتش الساعه 7، ماتش المغرب الساعه 7، والماتش التاني الساعه 10. بكره ماتشين بس، عشان نرجع بقى من يوم الخميس 3 ماتشات. المجموعه طبعا اللي هي مجموعه كوت ديفوار هتلعب بالكامل، وبعد كده ماتش من المجموعه بتاعت مصر وغانا، طبعا ماتش قوي جدا. وفي قبله مصر وغانا الساعه 10 ان شاء الله. كوت ديفوار في قبله بقى ماتش كوت ديفوار مع نيجيريا، ماتش بوم بصراحه، برضه هيبقى ماتش قوي جدا. فيا مسهل، ماتشات حلوه وربنا يسهل كده ان شاء الله. منتخب مصر طبعا بما اننا جبنا سيرته كده في تغييرات، يعني اللي احنا سامعينه من اخبار المنتخب ان شاء الله في تغييرات في الخطه. يعني على الاقل في 5 هيتغيروا من اللي لعبوا التشكيله الاساسيه الماتش اللي فات. فهي مسهل. لسه لغايه دلوقتي الكلام كله على خط النص، يعني اللعب كله في خط النص والباك اليمين والشمال. يعني شبه مؤكد ان خلاص عمر كمال عبد الواحد هو اللي هيبدا المباراه مكان محمد هاني. في اخبار كتير ان احمد فتوح احتمال ياخد مكان محمد حمدي. وطبعا احمد فتوح فارق عن حمدي بكتير في كل حاجه، يعني دفاع وهجوم وكل حاجه بصراحه. يعني مش عارف. خط النص احتمال يكون في تغييرين، يعني غالبا بنسبه كبيره مروان عطيه هيبدا الماتش ده وامام عاشور. دي برضو الاخبار اللي جايه من المنتخب. في اخبار برضو جايه ان في خط الدفاع، في قلب الدفاع في تغيير. احمد حجازي احتمال ما يبداش، واحتمال يبدا مكانه علي جبر او ياسر ابراهيم. لسه الكفه ما رجحتش حد فيهم. والله بص، يعني دي مش مفاجآت. يعني كل الناس كاتبه مفاجآت في التشكيل، دي مش مفاجآت والله. ده الطبيعي ان هو كان يبدا بالكلام ده من الماتش اللي فات، طبيعي بجد. يعني لو اتكلمنا على حجازي، راجل غايب فترة عن الملاعب، يعني كام شهر، من شهر 6 ولا حاجة. بقاله 6 شهور أو 7 شهور غايب. ما لعبش غير ماتش ولا ماتشين، ماتش في الكاس وماتش في كاس العالم للأندية قدام الأهلي. فالراجل لسه، يعني الراجل لسه يروح نازل على الملعب على طول وفي بطولة كبيرة زي دي. أنا شايف الموضوع صعب. حجازي طبعا لاعب كبير وكل حاجة، بس باين عليه من لمسته إن هو ما رجعش، باين عليه إن هو لسه، ولسه قدامه شوية عشان يرجع. ف يعني لازم يكون ده تغيير من التغييرات الأساسية اللي أنا شايفها. ارجع بقى للخطة الطبيعية، العب باتنين في خط النص، حمدي فتحي مع مروان عطية يعملوا لك شغل عالمي، وقدامهم إمام عاشور. يعني احنا شفنا لما إمام نزل الماتش اللي فات حرك الدنيا مع المنتخب شوية. هو عمر مرموش ادوا يعني نفس كده للمنتخب والدنيا ظبطت. تريزيجيه احتمال ما يكونش موجود في الأساسي برضه، لسه برضه بنسبة مش كبيرة، لكن ممكن يبدأ بعمر مرموش. وهيرجع طبعا الدنيا زي ما كانت بقى، صلاح في اليمين ومصطفى طبعا، مصطفى محمد هو المهاجم الصريح بتاعنا.
لان التأليف اللي فات في الماتش اللي فات ده تأليف، يعني انا كنت شايفه بصراحة حاجة خيال كده. انا اول ما شفت التشكيلة زي ما قلت الفيديو اللي فات انا جالي اكتئاب، جالي احباط بجد يعني مش هزار. يعني بتلعب صلاح صانع العاب وزيزو الناحية التانية يقعدوا يبدلوا مع بعض، الكلام ده ما ياكلش عيش يا عم فيتوريا، الله يبارك لك، العب بالخطة الأساسية بتاعة المنتخب، بطل المجاملات والهبول اللي بيحصل ده. يعني احنا بنلعب في بطولة افريقيا، مش بنلعب في بطولة محسنة. فخليك كده حلو وفوق معانا شويه كده، الله يبارك لك، وايه وظبط الطاسه كده وظبطنا. عايزين نشوف ماتش غانا ده نار، يعني اللعيبه نازله تطلع نار من بقها، ده الطبيعي. يعني الطبيعي ان اللعيبه بتاعت مصر نازله تطلع نار من بقها الماتش الجاي. فيا مسهل يا رب ان شاء الله تكون المباراه دي لمصر هتفرق كتير، هنبقى 4 نقط. غانا هتكون خلاص فقدت الامل. هيبقى تاني يوم بقى كاب فيردي مع موزمبيق، ربنا يسهل ولو اتعادلوا الدنيا خلاص بقى كده بتظبط معانا. فيا رب يا مسهل ان شاء الله خير. نتفائل بالخير باذن الله في الماتش اللي جاي. ومصر دايما معودانا ان هي بتبدا دايما كده ايه بدايات رخمه، فان شاء الله تكون البدايه الرخمه دي وراها كده ايه نوصل للنهائي باذن الله وناخد البطوله دي ان شاء الله. واللعيبه تكون رجاله بس وايه يعني تظبط نفسها. يا مسهل. اشوفكم على خير في فيديو جديد مع اهلاوي والابد. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده بتاعتنا. متابعين مع بعض باذن الله من افريقيا لغايه نهايتها، ولغايه ما منتخب مصر ان شاء الله يرفع الكاس الثامن في تاريخه. يا رب. السلام عليكم.